تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض الزبادي في البيت لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هنعملها بطريقه سهله جدا تطلع معاكي متماسكه وكريميه، طعمها بجد خطير وكمان موفره جدا جدا عن بره. تابعي معايا الفيديو الاخر وهتعرفي كل التفاصيل. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك والشير، صلوا على النبي في الكومنتات، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده معايا لتر من الحليب الفلاحي، هاخده كده وهفضيه في حله، وبعدين بقى احطه على النار يغلي. بعد ما يغلي الحليب بعد ما يغلي بقى الحليب هركنه كده على جنب لحد ما يهدى خالص ويبقى دافي جدا زي دمعة العين. احط صباعي كده استحمل سخونة الحليب. هجيب بقى هنا معايا علبة من الزبادي، زبادي دي المراعي. هجيب علبة كده حوالي وزنها 105 جرام، هاخد منها 3 معالق، واجيب كنكة كده او كوباية اي حاجة، وهضيف حوالي كوباية من الحليب على الزبادي. هجيب مضرب بقى صغير كده واي حاجة كده تضرب الزبادي كويس جدا. هنضرب الزبادي في الحليب كويس جدا جدا لحد ما يعني الحليب مع الزبادي ما يبقاش باين خالص. بعد كده بقى هاخد الخليط ده وهضيفه على الحليب بالشكل ده، وهقلب برضو بمضرب كده الحليب كويس قوي. الخطوة دي مهمة جدا جدا. في ناس بتمسك ال الهاند بلندر وبتضربه بالهاند بلندر عشان تتأكد ان مفيش اي تكتلات من الزبادي. بس كده هاخد بقى الحليب ده وهضيفه في شفشق كده او دورق كده، يعني كليه بوس كده من قدام، عشان لما اصب الزبادي اللبن في الكوبايات او اي حاجه ما يتكبش منك وانتي بتصبي الزبادي. معايا هنا 10 كوبايات من الزبادي. الكوبايات دي على فكره حجمها صغير، وزنها حوالي برضو يعني في الاخر ممكن تطلع برضو حوالي 100 جرام او 110 جرام. هصب بقى كده بالراحة خالص الزبادي في الكوبايات. نقدر نحطها برضو في كوبايات عادية جدا، نقدر نحطها في كوبايات أكبر، نقدر نحطها في الطاجن اللي هو الفخار ده برضو عادي جدا. بعد ما اخلص بقى صب الزبادي انا هجيب كده هنا صينيه او اي حاجه عندي غويطه، وهحط فيها الكوبايات بتاعت الزبادي. هجيب ميه بقى كده مغليه من الكتل، انا غليتها في الكتل، وهصبها. هصب من حوالي كده 2 سم او 3 سم ميه تحت، ميه مغليه، وهغطيها وهوديها بقى على الفرن على طول. هتقعد حوالي من 4 ساعات ل5 ساعات. بعد ما تطلع من الفرن هتلاقيها متماسكة شوية كده، تروحي مدخلاها التلاجة. هتاخد حوالي ساعتين او 3 في التلاجة. انا طبعا ما شغلتش الفرن خالص، الفرن بارد خالص، انا مشغلتوش، انا حاططها في الفرن فقط وهي متغطية. بس كده هنطلعها بقى من التلاجة، هنلاقيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متماسكة جدا جدا وما بتتقلبش زي ما انتوا شايفين. انا قلبة الكوبايات على وشها، يعني قوام كمان كريمي جدا جدا، ناجحه جدا جدا للناس اللي بتفشل منها الزبادي. عايزه اقول لكم بقى انها وفرت عليا كتير قوي. 10 كوبايات من الزبادي، شوف هتشتريهم الواحده بكام؟ هتشتري العشرة الواحده ب 8 جنيه او ب 10 جنيه. فدي هتوفر عليك لما تجيبي كيلو لبن ب 30 جنيه او ب 32 جنيه. هتلاقيها وفرت معاكي كتير. ده غير طعمها غني وطعمها كريمي وطعمها حلو جدا، غير الزبادي اللي بتشتريها من بره. وكمان الأولاد هيعتمدوها، وحاجة نظيفة جدا، وهتعتمديها على طول في شهر رمضان وغير شهر رمضان. تعمليها برضو لأولادك في البيت. يا رب يكون فيديو النهارده يكون عجبكم وخفيف على قلبكم. جربوها وقولي رايكم في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.